السلام عليكم يا جماعة. أبو عبد الرحمن حبيبي. أبو محمد. هلا أبو حمزة. هلا حبيبي. أبو حمزة اليوم هيسوي مشاكل. بسم الله. لا بالعكس شكله مشاكل. قصدك مع هذا؟ طبعا اليوم اختيار عمو محمد. انت شايفه اصلا؟ سوي زوم عليه، هذا راح بحر. ايوه. ما انت ملاحظ حتى التان في كل مكان الا خشمه. خشمه تشمس بس صح؟ بس تشمس. مو انا كنت في شاطئ الكلاونز. ايه شاطئ المهرجين يا مهرج. لو سمحت. تعرف ايش يعني مهرج؟ حمزة اليوم اعمل حسابك ان شاء الله واحنا رايحين على المطعم توقف تاخذ لك اي وجبة سريعة دومي كاسات، عندك بسكوت، اي حاجة مفرحات، فيعني عشان لا ندخل في لبس لا سمح الله تحصل يعني اي مشاحنات. طب ايش رايك اليوم انا ما ابغى اكل صحي وانا مش زعلان. اول مره يسكت، قد شفته ساكت؟ لا اول مره يسكت. ده هيفا والله اي شيء ان شاء الله هتقول لي هناكل خس. هناكل خس؟ ايوه نخش مطعم كده بس ما يبيع الا خس. انت قلت خس بس ما قلت جرانولا. لا كلمه جرانولا هو الروم. انا متوقع انك داس الصينية محشي بسيارتك. يعني ايوه مو ايش اللي حتروح تفك سيارتك تجيب صينية المحشي وتركب ورا ولا حندري. سؤال قبل لا نمشي معلش، عمو محمد صلحت المكيف؟ ليه يا حبيبي؟ كل كائن حي له جينات تلعب في تكوينه. دقيقة الجينات تلعب في شخصية الشخص؟ جينات ولا رحلات؟ ممكن يكون عندك جين وجين تاني. الجين فيه كم كروموسوم؟ في ايش؟ دي معلومة مهمة، كم كروموسوم؟ 3 باين. يا حبيبي كل واحد يقدم على كروموسوم انت كل ما ياخذ الكمية اللي يبغاها، ما شاء الله الدنيا مليانة، ما شاء الله تبارك الله مليانة. طب الكروموسوم الواحد كم فيه ضربين؟ والله انا صرت ماني فاهم هذا ايش بيتكلم يعني. اول كنت يعني بقول اوكي يهرج اي شيء يطلع من الكيس، اليوم سطل مفلوت في السيارة. هنا في كودو، هنا في منوشة وبيتزا. والله مطبخ الصيني هو بيخنقني. فين؟ الحمد لله طلع كودو. مطعمنا اليوم يا عمو حمزة انت جيت تفطرنا عشاء؟ كودو. لا هذا عنده فطور وغدا وعشاء. مطعم كودو من اوائل المطاعم اللي اعتمدت على المحتويات الوطنية 100%. افتتح عام 1988 ميلادي وكان اول فرع له في الرياض. فكرة المطعم كانت انه يقدم الاكل امام عين الزبون. هذا دارس مدى حافظ مش فاهم. 203. طبعا احنا 4 فطرنا ب 203 يعني تقريبا كل واحد 50 ريال. نوع الفطور هذا وتاكله ب 50 ريال انه فطور امريكي، فهو سعر مناسب صراحه. احنا اخذنا اكثر من وجبه. مثلا الشخص الواحد اخذ وجبه وفي زياده. ايوه وفي بيض وفي هوت دوغ وفي وافل الفاتورة ستيك الفاتورة الان بتقول كلام، واللي حينزل على الطاولة باذن الله حيقول كلام ثاني. وصل الاكل. حلو ما في لا بهارات ولا في شيء وهب على طول. طيب من ناحيه التضييف هو يعتبر مقارنه بالقيمه اللي تاخذها. يعني اذا اشتهيت تفطر فطور امريكي ودسم وتحلي حلا فخم وتشرب عصير مع القهوه والمحفظه مهزوزه على كودو على طول. اي تقريبا كل هذا يكلف 35 37 ريال مع البانكيك والقهوه والعصير والفطور هذا الصحن كامل. طبعا الشيري توميتو، الستيك، البيض. اول مره اشوف احد يسوي خلاص مع هذه كمان. لا مع البيض، لانه البيض بروتين زيه زي اللحمه بالضبط. كويس قبل ما تذوقه. انا باكل بعيني. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده يا حمزه. انبسط حمزه. تقفل بقى كده. يا سلام. كمان يعني نزل اشياء جديده انا اول مره اشوفها زي هذا ما كان موجود زمان. والله لذيذ. ما شفتك وانت بتقول مو لذيذ. لازم. انا دوبي صاحي من النوم يا جماعه ووجهي متفجر الصراحه. بس يعني في اثار مخده هنا. مع فقرة السعادة، بس هو لسه ما هو جاهز. نص بالزبدة ونص بالمربى. ندهنها برفق على اطراف العجين. رفق لا اديك مرفق دحين صحيح. ثم نضيف كمية قليلة من بذور الكتان. اوف بدأت ادخل مود طبق اليوم. ها اوه شوف كيف رغبة المربى انها تتمشى فوق ايش وصلة الوافل. ماشي هذا الشغل. انا بشرح ايش اللي حيحصل دحين. طبعا بالشوكة والسكينة وكذا. لا انتوا عالجتوا عمو محمد. انا جاهز. الوافل 4 علب سيرب الى 3. اذا ما كان غرقان ما يكيف. شوف يا حبيبي شوف. ساتر عمو.
شوف ايه شوف يا قلبي كبير. هذه لسه ححط 3-4 من دي على البانكيك. ما شاء الله تبارك الله. هو بياكل سيرب بالوافل. صح ما شاء الله. شوف الشيء احلى شيء يا شريف. مو كويس كمية السكر يا عمو. مين قال لك ده سكر؟ ده سكر بني اهو. بني ولا مو بني؟ هو لونه بني. خلاص انتهينا. شوف هذه هي البساطة. ايش الشغل الافتراء اللي انتوا بس فيها؟ هذه عم حيدنا العصر. عمو هذه برضو يعني طولت شوية. ها؟ الوافل فين راح؟ كل سنه ما وانت طيب. شالوا خلاص. كل سنه وانت طيب. هذه المنطقة منطقة اللافا، الصهارة العسلية بتنزل على البانكيك وبتمر بكل الطبقات الجيولوجية، لأنه هذه طبقة وهذه طبقة وهذه طبقة. كيف تتعامل معاها؟ معاملة القشرة الأرضية. وليه كبر المواضيع ودخل مدرس جغرافيا. قشرة أرضية انت دكتور ومدرس جغرافيا ولا انت ايش حكايتك؟ حمادة انت سياحة. مين هنا؟ شوف عم هيحط بين كل طبقة وطبقة يا عمي علبتين. كل حبة علبة. هذا حط علبة على 3 حبات. اوه ما في سيرب برا هنا. اغمس عندك. لا هذا أنا شايله لله. جيب السيرب. يا ابوي حقي انا وشريف. شريف ما يبغى سيرب. انا حاخذ حقته. لا يبغى زين. جيب حبة. يا ابوي انا ناقصني. شوف باقي حبتين لسه. خلاص حتاخذ حبه. لا ما يكفي. احنا باقينا احنا شخصين وباقينا وافل وباقينا. والله في مشكلة يا شريف. صح. بانكيك مو قادر يمتص السيرب. 1 2 3 4 5 6 هذه السابعة أنا أخذتها منه. هنا ما شفت هنا. 8 9. ما شاء الله تبارك الله. اللي عند حمزة. وقت القهوة ده. خذ إيش هذا؟ سكر. لا سكر إيه؟ الدايت يا حبيبي. وده ايه ده؟ هذا سيرب شتان بين الاثنين. ايش سويت في العيال؟ احنا نروح نكودهم. ايوه احنا رحنا نكودوا. انا كيف لو اخذتهم مندي ولا مضبي ولا سويت زي حمزه فطرتهم عشاء؟ انت شايف ايش الوضع اللي صار؟ ايش في يا ابوي؟ انا ايش سويت؟ ايش الحل؟ خلاص لكن من الجنب. لا ايش فيه؟ ايش؟ اكيد العيال الان صاحيين وبينتظروا مشروب الاربعيني اللي طبعا هيقفل على الطلب. لانه احنا صراحة هي شكلها مو شكل شاهي، هي شكلها موية سلطة. وانا مش زعلان. انا ما حشرب. ليش؟ عشان محمد عامله؟ طبعا يعني محمد هيعمل شيء عدل. بس لا عدل. ترى عارف ايش سوى هو؟ قاعد ساعة هناك. احنا فصلنا انا وانت صح؟ والله قمت ترى حط ليمونتين في الكاسة. شوية نعناع. شوية نعناع وما ادري ايش فيه تحت وعبى مويه من الغلاية. شفت هذه ما ادري ايش فيه تحت. أيوه. هذا السر. هذا لما تروح مطعم مش عارف ايه بستينو الكاستينو وتطلب شاهي بالجينجر مع ليمون جوس يبيع لك الكاسه ب 780 ريال. لكن لما يتسوى في البيت ويتعبوا اللي في البيت ويطلعوا احسن ما عندهم تقول والله شربت سلطه مرقت سلطه. ليه بتزعل؟ استفزني. اثار حفيظتي. ايه؟ اثار حفيظتي. طول الشير. شير. سبسكرايب. لايك. ولا تنسوا تفعلوا جرس التنبيهات وتنشروا الحلقة في كل مكان. غطي الكاميرا 40. غطي الكاميرا. كذا خلصت الحلقة يعني. والله الشاي تعبان. محمد زي وجهك. وانا مش زعلان والله انا مش زعلان.